نعم. طبعا في نقطة في الحقيقة يعني لا أقول فاتت لأنه سيأتي أمثالها، لكن لا بد أن نذكرها، وقد جاء سؤال يلتقي هذه المسألة. أول سطر من الكلام الذي قرأناه في هذه الأمسية قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذا شأن متفق عليه، لا يجوز لمسلم أن يوالي كافرا، لكن هذا فيه تفصيل. هل كل لا يجوز مرتبته واحدة؟ يوجد لا يجوز من الصغائر، ويوجد لا يجوز من الكبائر، ويوجد لا يجوز كفر أصغر، ويوجد لا يجوز كفر أكبر. إذن هذه درجات التحريم ودرجات المنع. وكذلك الحال في الموالاة الذي استقر عليه كلام أهل العلم وأئمة الدين، أن الموالاة للكفار نوعان: موالاة لدنياهم، وكلمة دنياهم إما أن تكون للموالي أو للموالاة، يعني يوالي الكافر لدنيا الكافر، أو هذا المسلم يوالي الكافر لدنيا المسلم حتى يحفظ كرسيه، حتى يحفظ ماله أو ماله أي الذي له، وماله يعني أمواله. وإما أن يكون لنصرة الدين على الدين، يوالي الكفار نصرة لدينهم على دين الإسلام، نصرة لشركهم على توحيد الإسلام وعلى إيمان أهل الإسلام، فهذا هو الكفر الأكبر الذي يقرره أهل العلم. أما أن نجعل الموالاة كلها شيئا واحدا فهذا لا شك ولا ريب لا يجوز، وليس هو من الحق في شيء. وطبعا الأدلة في الحقيقة كثيرة، منها قوله تعالى في أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه الآية كما في الصحيحين نزلت في الصحابي الجليل البدري حاطب بن أبي بلتعة، الذي كان له أهل وأقارب ومصلحة في مكة، فأرسل إليهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه أن هنالك رجلا يذهب ليشي بالمسلمين وينقل أخبارهم للكفار. والقصة طويلة، خلاصتها أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رآه قال: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فتمهله النبي عليه الصلاة والسلام ثم استخبر من حاطب: ما الذي دفعك؟ قال: يا رسول الله إن لي أهلا ومالا وكذا، والله لم أفعل ذلك ردة عن ديني. إذن لو أنه فعل ذلك نصرة للدين على الدين فهذا ردة، أما مجرد أن يفعله لهوى أو مصلحة أو دنيا فهذا لا يجوز، وهو ضلال وفساد. لكن أن نقول كفر فلا. طبعا قد يقول قائل، وقد قيل: هذا حاطب بن أبي بلتعة بدري، والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، افعلوا ما شئتم. الجواب: هذا ليس فيه ادعاء العصمة أو إعطاء العصمة لحاطب فضلا عن البدريين. وعلى ذلك دليلان من أدلة. الدليل الأول أن من البدريين من حده، من البدريين من وقع في الحد وحده. إذن كونه بدريا لا يجعله معصوما ولا يسقط عنه الأحكام. والنقطة الثانية أن قوله افعلوا ما شئتم لعل الله اطلع على أهل بدر وغفر لكم هو تماما مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه:
قال: أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له، ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له. فليذهب عبدي ليفعل ما يشاء، فإنه علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا. لأن من كان على هذا المعنى من الثقة بالله واليقين بالله والحب لله والطاعة لله لو أخطأ سيرجع وسيتوب. وهذا ليس فقط لأهل بدر بدليل هذا الحديث، وإنما هو لكل مؤمن. فكيف إذا علمنا أن أهل بدر هم صفوة أهل الإيمان ونقاوة أهل الإسلام، فهم رجاعون من باب أولى وأولى أن يكونوا خيرا ممن سواهم من المسلمين. أما توهم هذا الأمر ليكون فقط لأهل بدر فهذا ليس بصحيح، والدليل ينقضه. تفضل يا أخي. تفيد التوكيد، لكن التوكيد على المعنى الذي ذكرناه وليست على المعنى المتوهم. لعل تفيد الأصل الشك والترجي، لكن النصوص إذا جمعناها معا يظهر أن الحكم فيه إفادة القطع واليقين والجزم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.